طريقة تعليم المخاليف على السباحة والعمر المناسب للسباحة أخوي. يابر المصدير 3/4 دير هذا الطير، خليه قريب من المي وتسوي بالمي هيجي بيدك. الطير قمز بالمي والسبح خير على خير، ما قمز بالمي والسبح مشي له انت بيدك وتخليه بالمي وتمرضه للطير. ظل تسوي هيجي بيدك، نفض عليه شوية لأول مرة طبعا من تريد السباحة، بس بينما بعدين الطير لما يتعود على السباحة من يشوف المي وحده يقمص، بس أول مرة بهالطريقة شوية تنفض عليه. تظل تسوي هيجي بيدك وتنتظره للطير يجر خلق وياه. صعد الطير سباح خيرا على خير، ما سبح الطير ما صعد تترك مشي له بيدك وتخليه. صعد هذا الطير هذا لأول مرة راح تخليه يسبح، شوف بهالطريقة. بهالطريقة تعلم مع السباحة أخويا. هسه تعلم الطير على السباحة. ثاني مرة من تريد السبحة للطير بس يشوف المي تلقائيا هو يجي. زين، مشي له بيدك قلنا وتخليه داخل المي. ليش؟ لأن الطير ما راح يقوم ينشف يجفل الطير. بينما هسه مو سبح الطير وطار تلقى هسه شوية النوب راح يبدي ينشف بنفسه. شوف ينفض بريشه قد شوية يخلي منقاره بالغدة الدهنية مالته ويفلي بصدره 100 على 100. تحياتي للجبل.